ابراهيم المنيسي بيفرح كل الجمهور الاهلاوي على الصبح، بيقول لك ان بالعيد خلاص يعتبر داخل القلعة الحمراء، وموليكا المهاجم القوي والمبدع في طريقه إلى النادي الأهلي، واستعداد النادي الأهلي بشكل قوي للفوز في جميع مبارياته في الدوري المصري. السلام عليكم متابعينا الكرام وأهلا بكم. أتمنى في البداية تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد وحصري. وصلوا على النبي وقولوا عليه الصلاة والسلام. حلقة اليوم حلقة مهمة ومن العيار الثقيل. فبعد فوز النادي الأهلي أمس على فاركو بنتيجة 2-1، خرج رضا عبد العال الشخص اللي مش محترم واللي مش مؤدب يشتم ويهين في النادي الأهلي ويتهم الأهلي بالفوز بالكولسة وبالمؤامرات وبالاحتواء، وقال لك ان الاهلي ملوش ضربة جزاء امبارح، وان ضربة الجزاء وهمية، وان ضربة الجزاء ما فيهاش الهوا، وان حكام الفار هم اللي حسبوا ضربة جزاء للنادي الاهلي بطريقة غير شرعية وبطريقة غير محترمة. طبعا هذا الكائن وهذا الشخص اللي مش محترم اللي دايما يشتم ويهين في الاهلي عشان يظهر في الصورة وعشان ياخد اللقطة وعلشان الناس تشوفه شخصية مش محترمة ومش مؤدبة بطريقة غريبة وعجيبة. ونتمنى في النهاية كل التوفيق للنادي الأهلي في الأيام المقبلة بعون الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.